بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد الله أوقاتكم كل خير متابعين قناتي مملكتنا مملكة كنز السعادة. ربي يسعد جمعتكم بكل ما يسر خاطركم صباحا أو مساء، بأي وقت يمر عليكم الفيديو، بأي وقت تسمعون صوتي، عسى ربي يرزقكم كل ما تتمنون. إذا أنتم من سلاطيني وسلطاناتي سموا بسم الله وانطوني لايك حلو. كمية اللايكات طبعا أبد ما جاي تجبر خاطري، كمية التعليقات رهيبة، تردوني أخذ لكم خيرة وتقولون ليش ما تجاوبين على تعليقاتنا وليش ما تاخذين خير. يعني مدى اشوفكم تجبرون خاطري بالتعليقات، ترى مو معناتها وصلت يعني 10,000 مشترك انه القناه وقفت على رجليها، لان شركه يوتيوب تعتمد على الفيديو اهم شيء باللايكات، فانتم لايكاتكم كلش قليله، يعني يا ريت تجبرون خاطري باللايكات بقد التعليقات حتى اظل مستمره وياكم. وجماعه الديسلايك انتم هم استمروا عادي، يعني الديسلايك مالكم يعني ينطيني حافز انه اكمل. ربي يرزقكم على قد سواد قلوبكم سواد نيتكم. سبحان الله، ما اعرف ليش يعني دائما الله يحط بطريق الناس الفشلة، يعني دائما اشوف ناس فاشلة ما تعرف تسوي شيء، فانتوا يعني تعبرون عن فشلكم سواء بقناتي او باقي القنوات بالديسلايك. فالله يشفيكم يا رب ويرزقكم على قد نيتكم. حبيباتي، تحية لكل المشتركين الجدد اللي نوروا المملكة، ربي يرزقكم ما تتمنون، شكرا لتواجدكم بمملكتي. وإذا صدفة مر عليكم الفيديو، صدفة سمعتوا صوتي، فضلا وكرما منكم الاشتراك ودعم المملكة، أحبكم في الله وعسى ربي يرزقكم كل ما تتمنون. فيديو جديد، فائدة جديدة، الفائدة اللي نزلتها هسه قبل شوية لكل زوجة حتى يزيد المحبة ويزيد قرب الزوج بينهم ما يتفارقون، وإن شاء الله الله يبعد عن كل زوجة وزوج الفراق يا رب. هذا الفيديو فائدة جديدة وهواية راح تستفادون منه، وهواية محتاجات هذا الفيديو. هذا لكل المطلقات حتى ترجع لزوجها بإذن الله، بإذن الذي أمره بين الكاف والنون. إن شاء الله إذا سويتوا هذا الفيديو مثل ما راح أشرحه لكم وصدقتوا النية وحسب الأصول ومشيتوا على الخطوات وحدة وحدة وعلى ثقة ويقين بالله أنه الله راح يلم شملكم ويا أزواجكم، كل مطلقة إن شاء الله راح ترجع لزوجها. والله على ما أقول شهيد. شوفوا النار شلون جاي تلعب الخدام شلون يحركوها، بارك الله فيهم وعليهم. المهم حبيباتي ارجع اقول لكم بكل فيديو اهم شيء بالروحانيات الكتمان والطهارة. الكتمان انه من تسوين طريقة جلب او اي طريقة روحانية سواء جلب او للرزق او عقد لسان او اي شيء، ماكو داعي تحجين، حتى لو امك حتى لو صديقتك حتى لو اختك ماكو داعي تحجين، كتمي حتى تنجح وياك الطريقة. بارك الله فيكم وعليكم حتى تنجح الطريقة، فالكتمان أهم شيء، والطهارة طبعا أكيد شيء منتهين من عنده. وأرجع أقول لكم طهارة القلب قبل كل شيء، لأن إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ينظر إلى قلوبكم. يعني ماكو فايدة إنه أنا أكون 24 ساعة متوضية وقرآني بإيدي وسجادتي وسبحتي بإيدي وباتجاه القبلة وقاعدة أصلي وأقرأ وهاي والله ما يستجيب دعواتي. أقول ليش يا ربي ما تستجيب دعواتي وأني زاهدة وراهبة؟ لأن قلبي مليان حقد وغيرة وحسد وغل للغير. فدائما نقوا قلوبكم، صفوا قلوبكم حتى ربي يرزقكم على قد نياتكم. الأعمال بالنوايا، أحسن النوايا على نياتكم ترزقون، ولكل امرئ ما نوى. ودائما ربي سبحانه وتعالى قال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فائدة جديدة وفيديو كلش جديد وكلش قوي للمطلقات على نية الرجوع للزوج إن شاء الله يا ربي يلم شمل كل وحدة بزوجها بحق هالأيام المباركة وبحق خواتيم شهر شعبان. الله يبلغنا وياكم رمضان إن شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين. اللي أريده منكم إذا وصلتوا لهنا تنطوني لايك حلو، صراحة كمية اللايكات كلش ما جاي تجبرون خاطري بيها وكلش يعني مو ذيك القوة، والفيديوهات لازم تصعد باللايكات ما تصعد بالمشاهدات ولا تصعد بعدد المشتركين، والقناة أصلا توقف على رجليها بعدد اللايكات اللي موجودة على الفيديوهات. فأتمنى تدعموني مثل ما دعمتوني وصار عندي مشتركين خير من الله، فأتمنى تدعموني باللايكات وتصعدون فيديوهاتي باللايكات. أحبكم في الله، عسى ربي يرزقكم الكل كل ما تتمنون على قد نياتكم إن شاء الله. الطريقة هي انه تكونين على طهارة مثل ما قلت لك، ما تحتاج يعني يوم محدد او وقت محدد، لكن انا ارجع اقول لكم بالروحانيات الحلو والجيد انه ليلة الاثنين مثلا الاحد بالليل او الاثنين بالليل او ليلة الجمعة الخميس بالليل او الجمعة بالليل تشتغلون الروحانيات. اهم شيء تكونين على طهارة، تقرين آية الكرسي 3 مرات على نية التحصين، تقرين آية الكرسي 3 مرات تحصنين نفسك وتقولين تحصنت بالحي القيوم. بعدين وراها تقرين سورة الزلزلة 3 مرات على نية صرف عمار المكان. انتبهوا بنات حبيباتي لا تسويها وتغلطين بها، لأن هاي تحتاج صرف عمار. إذا سويتيها بدون ما تصرفين عمار المكان احتمال يصير بيك مس أو ينقلب العمل عليك أو تنضربين. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد. الطريقة تحتاج صرف عمار وتحصين.
اغلب الطرق اللي نزلت لكم اياها دائما انبه اقول ما تحتاج لا تحصين ولا صرف عمار، لكن هاي الطريقة تحتاج تحصين وصرف عمار لان هي لرجوع المطلقة، خصوصا اذا كان بينهم سحر تفريق، فتحتاج تحصين وصرف عمار حتى ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يلم شملهم ويبطل السحر ويحرق كل جن من يفرق بين الزوج ومرئه ان شاء الله. مثل ما قلت لكم حبيباتي، تحسنين النية، تكونين على طهارة، تقرين آية الكرسي 3 مرات على نية التحصين وتقولين تحصنت بالحي القيوم. بعدها تقرين سورة الزلزلة 3 مرات على نية صرف عمار المكان. بعدها ايش راح تسوين؟ تاخذين فلفل اسود 7 حبات نفس هذا، يعني 7 حبات فلفل اسود، تطشر الحب عادي، 1 2 3 4 5 6 7، سبحان الله طلعن 7 على العدد رأسا، 7 هذني زادت نشيل، هاي 7 حبات فلفل اسود تاخذيهن تشيلين بايدك اليمين حبة حبة من الفلفل الاسود، تقرين على كل حبة يعني هيجي، هاي ايدك اليمين تشيلين حبة حبة من الفلفل الاسود، تقرين عليها 21 مرة سورة والتين والزيتون وطور سنين. لا تقولون ما اعرف، لازم تكونون تعرفون سور القرآن وايات القرآن وكل شيء موجود بالقرآن، واذا شفتي صعب انه تطلعيه بالقرآن تقدرين تطلعيها على جوجل او على اليوتيوب مكتوبة الصورة وتقريها حتى تكون سهلة. مثلا اذا ما قدرتي تفتحين القرآن وتقريها، تلزمين بإيدك اليمين حبة حبة من حبات الفلفل ال7، تقرين على كل حبة 21 مرة سورة والتين والزيتون وطور سنين. هاي الصورة كلش قوية للم شمل المتفرقين والمطلقين. هذا الفيديو للمطلقات خاص، يعني مو تجي وحدة تقولي يصير أسوي لحبيبي يصير أسوي لزوجي، لا، للمطلقات، يعني لرجوع المطلقة لزوجها إن شاء الله بإذن الله ربي يلم شملكم ويجمع كل وحدة بزوجها. مثل ما قلت لكم حبيباتي، تجيبين 7 حبات فلفل أسود، تقرين على كل حبة بإيدك اليمين تشيلين حبة حبة، تقرين على كل حبة 21 مرة سورة التين والزيتون. أول حبة قريتي عليها سورة التين والزيتون، شو تسوين؟ يكون عندك على طباخ البوليتة اللي نهدر عليها التمن، أو مثلا فحم، يعني أهم شي ما تحرقيها على النار مباشرة، مو تجيبيها تذبيها على نار الطباخ، غلط مو زين يبطل العمل وتتأذين. بس البوليتا ممكن هي، واذا ما عندك بوليتا ممكن طاوة تستعملين عادي، طاوة تحطيها فافون على النار تخليها تحمى وتنصيها، وورا ما تقرين على حباية الفلفل بيدك يمين 21 مرة سورة والتين والزيتون، تحطين الحباية بالنار بالطاوة تخليها تحترق، تكملين الحبة الثانية تقرين عليها 21 مرة سورة والتين والزيتون، تحطيها بالنار تخليها تحترق، او بالطاوة او على البوليتا اللي نهدر عليها التمن انتي والموجود عندك والمتوفر عندك. بعد ما تكملين 7 حبات الفلفل الأسود، تقرين على كل فلفلاية تقرين عليها 21 مرة سورة التين والزيتون، وراها تقولين توكلوا يا خدام هذه السورة المباركة الشريفة بحرق قلب فلان ابن فلانة، تذكرين اسم زوجك أكيد أو طليقك، يعني العفو لأن هي للمطلقات، تذكرين اسم طليقك، توكلوا يا خدام هذه السورة المباركة الشريفة بحرق قلب فلان ابن فلانة إلى محبة وعشق فلانة بنت فلانة حتى لا يستطيع الفراق والبعد عنها ويعود إليها سريعا بحق الله عليكم وبحق سر سورة التين والزيتون، الآن العجل الساعة بارك الله فيكم وعليكم. بعدين من تخلصين هاي القراءة تذبين كل حباية بالنار. سمعتوا حبيباتي؟ هن 7 حبات فلفل أسود، تجيبين حبة حبة، أول حبة أخذتيها بإيدك اليمين تقرين عليها 21 مرة سورة والتين والزيتون، جاي أعيد أكثر من مرة حتى ما تخربطون. هاي هنا مثلا نقول 7 حبات عندك، تشيلين أول حباية بإيدك اليمين تقرين عليها 21 مرة سورة والتين والزيتون، ورا ما كملتي 21 مرة سورة التين والزيتون تقولين توكلوا يا خدام هذه السورة المباركة الشريفة بحرق قلب فلان ابن فلانة، تذكرين اسم طليقك إلى محبة وعشق فلانة بنت فلانة، تقولين اسمك واسم أمك حتى يعود إليها سريعا بحق الله عليكم وبحق سر سورة التين والزيتون، الآن العجل الساعة بارك الله فيكم وعليكم. من تكملين هذا التوكيل ويا قراءة السورة تحطيها بالنار أو على البوليتة تحرقيها، وتستمرين كل حبة فلفل هيك تسوين تقرين عليها 21 مرة سورة التين والزيتون والتوكيل لحد ما تخلصين 7 حبات تحرقيهن كلهن، وكان الله يحب المحسنين. وما تظلين تفكرين، ما تظلين ورا ما تكملين تقولين ها اشو ما رجع لي، ها اشو ما خابرني، ها اشو ما لمشه منه، ها وها توهوسين. سوي العمل وانسي وعيشي حياتك واستمري بالصلاة وبالدعاء بالاستغفار بالاوراد، عسى ولعل ان شاء الله حتى تنجح وياك الطريقة. بس اذا تظلين تفكرين بها ما راح تنجح وياك. انا اقول لك
لا تسويها، لان اذا ظليتي توهوسين وتفكرين بها راح تبطل، والخدام ما راح يتسخروا لك. خدام سورة والتين والزيتون كل عمل روحاني من تسويه يحب انه تنسيه تلتهين بحياتك، تكثرين من الاستغفار، من الحوقلة، من الاوراد حتى ينجح وياك. بس مو تظلين تفكرين بيه تفكرين بيه تفكرين بيه، الطاقة السلبية كلها تصير بيه والطاقة الإيجابية كلها تبطل من وراء هذا العمل. إذا هالقد ما تفكرين بيه، فعيشي حياتك، عيشي يومك عادي، صلي، ادعي على نية الرجوع، أكثر من الاستغفار، من الأوراد، من الحوقلة، وإن شاء الله ربي يلمشملك بيه إن شاء الله بأقرب وقت. مو تنسون حبيباتي، لأن كلش ما عندي وقت أنا أكتب لكم الطريقة بصندوق الوصف، كلش سهلة هي. مثل ما قلت لكم، تقرون على طهارة تامة، تقرون على 7 حبات. أول شي تحصنين نفسك بآية الكرسي 3 مرات وتقولين تحصنتوا بالحي القيوم. بعدها تقرين سورة الزلزلة 3 مرات على نية صرف عمار المكان. من تقرين سورة الزلزلة تقولين على نية صرف عمار المكان، ينصرفون ورا ما تقريها. بعدين تجيبين 7 حبات فلفل أسود، كل حبة تلزميها بإيدك اليمنى، تقرين عليها 21 مرة سورة والتين والزيتون، ووراها كل حباية تقرين عليها 21 مرة سورة والتين والزيتون. لأن أدري قد ما أوضح وأشرح راح تقولون هواي تحكين، بس والله رغم كل هذا شرحي وكل هذا تفصيلي، هم أشوف بالتعليقات يسألني يعني يقولون شنو زين أنا أوكي هذا الشرح كله يعني ما وصل. المهم حبيبتي، تلزمين أول حبة تقرين عليها 21 مرة سورة والتين والزيتون، وراها تقولين توكلوا يا خدام هذه السورة المباركة الشريفة بحرق قلب فلان ابن فلانة إلى محبة وعشق فلانة بنت فلانة، حتى لا يستطيع الفراق والعودة سريعا إليها، بحق الله عليكم وبحق سر سورة التين والزيتون. الآن العجلة عجل، الساعة. بارك الله فيكم وعليكم. من تخلصين أول حباية تذبيها على البوليتة او على الفحم اذا انت حطيتها، واذا ما عندك بوليتة هاي نهدر عليها التمن، تحطين طاوة على النار تحمى تحطيها بها تحترق. تسوين ثاني فلفلاية، ثالث وحدة بنفس الطريقة لحد ما تكملين 7. وباقي الفلفل الرماد تعرفون وين تشيلوه، تذبوه بحديقة لو بمكان اخضر، ما تذبوه بالزبل لو بالسنك لين مقري عليه كلام الله. ووراها تنتظرين الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يستجيب دعوتك ويلم شملك ويا طليقك. ومثل ما قلت لك لا تلتهين تفكرين بالموضوع، روحي استغفري، حوقلي، استعملي اوراد، اقري اي سور من القرآن، اقري ادعية، صلي صلاة الحاجة على اي شيء، لهي نفسك باي شيء على نية الرجوع حتى الله سبحانه وتعالى ييسر قسمتك، وان شاء الله يلم شملك بطريقك. اذا وصلتوا لهنا لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم المملكة. أتمنى تجبرون خاطري باللايكات، وأريد لايكات حلوة. يعني الجاي يشاهدون الفيديو أنتم مثلا دا تشوفون الفيديو دا تستفادون منه، بدون لايكات هالأنانية هاي ليش؟ على العموم أنا نبهت قلت أي أحد ياخذ من طريقتي فيديو وينسبه لنفسه أو يروح يبيعه للناس بفلوس أو يستعمله لغير أشخاص بدون ما يذكر اسم قناتي أو بدون ما يطلب الإذن مني، إن شاء الله يعني الله لا يوفقه ولا محالة ولا ما هو، كنا محاسبون أمام الله. فأحبكم في الله سلطاناتي، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في أمان الله.